المسمات مدامهم بوشقرون، وحيل على السيد قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مفصل حول كل هذه الاتهامات. المواد المعتمدة 448 الفقرة 1 3 4 5 من القانون الجنائي، المادة 503 المتعلقة بالدعارة، المادة 448 كما قلت سلف الذكر المتعلقة بالاتجار في البشر، 482 483 المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، الإخلال العلني بالحياء، 442 443 المتعلقة ب السب والقذف العلني، ثم المادة أعتقد 447 جوج المتعلقة بالتشهير وبنشر الادعاءات الكاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص. كل هذا الصك الاتهام الغني والطويل جدا يعني تحال على السيد قاضي التحقيق. وقاضي التحقيق الآن، وما غاديش نقولوا سرية البحث وما غاديش نعطيو الوقائع هذه فقط الاتهامات، ولكن التفاصيل مطبوعة بالسرية تترفع السرية. السيد قاضي التحقيق للإشارة استغرقت عملية التحقيق ما يزيد، راكم انتظرتوا هنا من الصباح تقريبا، يعني دازت تقدمت امام السيد الوكيل العام مشكور واستنطقها، وحال على السيد قاضي التحقيق اللي خدا تقريبا اكثر من 3 ساعات او 4 ساعات من اجل الاستنطاق ديالها استنطاقا ابتدائيا، والان اصدر قراره بايداعها في السجل المحلي باصله المخصص للنساء، وقرر تاخير الملف لجلسه 25/11 من اجل استنطاقها تفصيليا، وبالتالي فتح المجال للجمعيات. نقول لكل المنتقدين، لكل من يفتحون أفواههم بالسب والقذف في حق محاربي الفساد، في حق الجمعيات، في حق المجتمع المدني، في حقي شخصي، أنا من نظر الأعمى إلى مرافعته وسمع مرافعته من به صمم. نقول لهم لن نتراجع، وسوف نستمر في هذا المسلسل حتى نلجم الفاسدين، وحتى ندخل الشواذ جنسيا أو أصحاب الشذوذ الجنسي إلى جحورهم. مستمرين في هذه المعركة لا هوادة، هي معركة شرسة، والآن البداية تبشر بالخير. آدم أحيل من طرف السيد الوكيل العام على السيد وكيل الملك المحكمة الابتدائية بطنجة في إطار عدم الاختصاص. وأفسر وأوضح، ما يمكنش لك تعتقل أو تجمع ما بين الضحية وما بين المتهم في الاتجار في البشر. تم فصل الملف، الأم تبعت بجناية الاتجار في البشر والجنح اللي سطرت لكم. العقوبة كتوصل في حد أقصى إلى 30 سنة، من 20 ل 30 سنة، والابن ديالها تحال على الابتدائية لأن عنده جناح. ما تنساش تدير لايك وتخلي رأيك كيهمنا بزاف.